تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا 63. مكتب التعليم في جنوب البحر الأحمر يعقد منتدى تعليمي لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. أهلا بكم. احتفلت وزارة الخارجية يوم 13 من يونيو بيوم أفريقيا 63 بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب السفراء والدبلوماسيين المعتمدين وعدد من المدعوين. وفي الحفل الذي أقيم بفندق أسمر بالاس ألقى وزير الخارجية عثمان صالح كلمة أكد فيها أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار إفريقيا قلب واحد أرض واحدة ومستقبل واحد، بما يعكس الهوية الإفريقية المشتركة والتاريخ والقيم وروح التضامن والتعاون بين شعوب القارة. وأشار الوزير إلى أن تحقيق رؤية أفريقيا المتمثلة في بناء قارة موحدة ومزدهرة وسليمة يقودها مواطنوها وتتمتع بمكانة فاعلة على الساحة الدولية يظل هدفا قابلا للتحقق من خلال تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الدول الإفريقية. وأوضح أن شعوب القارة رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات كبيرة لا تزال تواجه تحديات الفقر والنزاعات التي تستنزف الأرواح والموارد وفرص التنمية، داعيا إلى إجراء تقييم موضوعي للواقع الإفريقي والعمل على تعزيز مستويات التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية عبر استراتيجيات مشتركة لمعالجة المشكلات القائمة. كما تطرق الوزير إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وما يصاحبها من تنافس متزايد على الموارد والعلاقات الاستراتيجية، فضلا عن التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والصحة العامة وعدم المساواة، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب حلولا جماعية ومنسقة. وأضاف أن أفريقيا قادرة على تحقيق نمو مشترك وتنمية مستدامة إذا ما أحسنت إدارة مواردها وفق رؤية بعيدة المدى قائمة على الانضباط والعمل المؤسسي. من جانبه أكد سفير جنوب أفريقيا لدى إريتريا أن يوم أفريقيا يتجاوز كونه مناسبة احتفالية، إذ يمثل فرصة للتأمل في مسيرة القارة ومستقبلها المشترك. وتضمنت فعاليات المناسبة تنظيم ندوة حوارية مشتركة إضافة إلى مباراة كرة قدم ودية أقيمت في استاد أسمر بين فريق دبلوماسي السفارات الإفريقية المعتمدة في إريتريا وفريق من موظفي وزارة الخارجية، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم أفريقيا. نظم مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى تعليمي يومي 10 و11 من يونيو في مدينة عاصب لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ فسح يكيداني أن الهدف من المنتدى هو استكشاف التجارب والتحديات التي واجهت تعليم المرأة حتى الآن، وخلق فهم مشترك وتقديم آراء واقتراحات تخلق الدفع في المستقبل. وقال إن السبب الرئيسي لعقد المنتدى هو تراجع مشاركة المرأة، مضيفا أنه سيتم بحث خلفية التعليم في الإقليم وتأثير العادات والتقاليد على تعليم المرأة ودور تعليم المرأة في ضمان الصحة العامة. وأفاد التقرير المقدم إلى ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي بأكثر من 7600% والمدارس الابتدائية بأكثر من 430% والمدارس المتوسطة بأكثر من 1000% والمدارس الثانوية بنسبة 1600% مقارنة بما كان قبل الاستقلال. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة منخفضة للغاية مقارنة بانتشار المؤسسات التعليمية. توجد 3 مدارس داخلية و32 مدرسة شبه داخلية تبلغ نفقاتها السنوية أكثر من 18 مليون نقفة.
وتم افتتاحها بشكل أساسي لضمان مشاركة المرأة واستمراريتها، لكن نسبة المرأة المستفيدة من هذه الفرصة تبلغ 7.5% في المدارس الداخلية و25% في المدارس شبه الداخلية. ودعا قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم إلى تعزيز مسؤولية كل مواطن لتقوية مشاركة المرأة، باعتبار تعليم المرأة أساس بناء مجتمع متحضر. من جانبه قال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتهي إن المشاركة الفعالة في المنتدى تدل على اهتمامهم بالموضوع، وذكر بضرورة زيادة دور الهيئات الهامة والمؤثرة، لأن تعليم المرأة له جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. وتم منح شهادات تقدير للمعلمات المتميزات لتعزيز دور المرأة في العملية التعليمية. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى الوطن للمرة 21 تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم ننقذ الأرواح، وذلك بالتعاون بين خدمات بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم اليوم أمس 13 من يونيو بقاعة الاتحاد الوطني للمرأة بأسمرة. وقال سكرتير الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم في إريتريا السيد برخت موسازجي في المناسبة إن هذا اليوم هو يوم يتم فيه تكريم المتبرعين بالدم طوعية لمبادرتهم الوعية لإنقاذ الأرواح، ويتم توجيه دعوة إلى المواطنين الذين لم يشاركوا في التبرع بالدم طوعيا. من جانبه قال المدير الطبي لخدمات بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستم أن الهدف الرئيسي لخدمات بنك الدم الوطني هو جمع كميات كافية من الدم الآمن للحد من الإعاقة والوفيات من خلال توفير الدم الآمن ومشتقاته لجميع المستشفيات في البلاد، مضيفا أنه مع ازدياد الوعي يتم جمع أكثر من 15,000 كيس من الدم سنويا. وقال السيد إيوب فرزجي متحدثا نيابة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا إن معدل التبرع العالمي بلغ حوالي 2.2 مليون في أوائل عام 2000، وقال إن العدد ارتفع إلى 7 ملايين في عام 2023، وأن 7 من كل 10 تبرعات بالدم مجانية، وهو أمر مشجع للغاية. وقدمت مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي شرحا حول مشاركة النساء في التبرع الطوعي بالدم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة وشهادات تقدير على المتبرعين بالدم المتميزين. ويتم إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في 24 من يونيو للمرة 21 على المستوى الوطني والدولي منذ عام 2004. أقيم حفل اختتام المهرجان السنوي 13 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 12 من يونيو في حرم الكلية بأسمرة. المهرجان الذي استمر لمدة 6 أشهر على شكل مسابقات ركز على التعليم والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى عروض الأزياء وعكس التقدم المحرز في التعليم الطبي. ووفقا لعميد الكلية الدكتور يمان سيوم، فإن المهرجان يساعد الطلاب على تعزيز قدراتهم التنافسية من خلال تعزيز إمكاناتهم ووعيهم، كما أنه يعزز أبحاثهم وإبداعهم. قال مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب أبرهة لأسفاو أن المهرجان يلعب دورا في التطور البدني والعقلي للطلاب، وقال أن المحتوى الذي يتوسع كل عام هو مثال على ذلك. ومن جانبها قالت هيلين أميني مسؤولة قسم متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا أن المهرجان هو أحد البرامج التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الكليات، مضيفة أن المحتوى المقدم يعكس أداء الطلاب، ودعت إلى زيادة الدعم من شركاء العمل. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في فئتي الأفراد والمجموعات، حيث حصل طلاب قسم الصيدلة على اللقب. وقدم الكاتب والمؤرخ السيد ألم سجد تسفاي ندوة حول أهمية التاريخ في المجتمع. اختتم في 13 من يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية المنظم في 17 إدارة ضاحية في مديرية عدو خالة بالإقليم الأوسط
بمديرية قلعة نفحي بالإقليم الأوسط تحت شعار تقوية تأطير الشباب صمام أمان للبلاد. تضمن الأسبوع مسابقات في الفنون والمعرفة ومعارض للاختراعات والابتكارات واللوحات التشكيلية وقرية التراث وأدوات تراثية يتراوح عمرها بين 100 و200 عام، وكتب دينية ومنتجات الخضروات والنباتات، وتشجيع الطلاب المتميزين. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلم أن الهدف هو تعزيز تنظيم الشباب من مستوى إدارة الضاحية وتقوية الروح التنافسية والكفاءة من خلال تنظيم المسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية. وقال مدير مديرية قلعة نفحي السيد محري يوهنس أن أسبوع المنظمات الشبابية يلعب دورا مهما في تنشئة الشباب يتحلى بالوطنية ومحب للعمل والتعليم والحفاظ على قيم بلدهم ومجتمعهم، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستوفي بالمتطلبات. وتم في الختام تقديم الجوائز على الفائزين. وفي كلمته الختامية تعهد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقية تولد برهان على العمل المنظم في البرنامج لدوره في رفع معنويات الطلاب المتفوقين ومساعدتهم على تطوير ميولهم في الفنون والابتكار. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت الحكومة البريطانية احتجاز ناقلة نفط في بحر المانش. قالت إنها تشتبه بارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الروسي في خطوة وصفتها لندن بأنها الأولى من نوعها التي تنفذ تحت قيادتها المباشرة في إطار تجديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك مع وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية نفذت عملية بحرية استهدفت ناقلة نفط. تقول السلطات البريطانية إنها مرتبطة بشبكة السفن التي تتهم روسيا باستخدامها لنقل النفط بعيدا عن القيود والعقوبات الغربية. ونددت روسيا بالعملية البريطانية معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية الملاحة وتهديدا لأمن النقل البحري الدولي. وجاء الموقف الروسي عقب قيام القوات البريطانية باعتراض واحتجاز الناقلة سيمتروس خلال عملية عسكرية وأمنية واسعة. قالت لندن إنها تهدف إلى تطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليها السلطة في مايو 2023. وأكد الرئيس النيجيري القضاء على أكثر من 13,000 إرهابي خلال العام المنصرم من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر 12 الماضية. ويواجه شمال نيجيريا تهديدين أمنيين متوازيين هما عنف الجماعات الإرهابية من جهة وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جماعية طلبا للفدية. ومنذ عام 2009 أسفرت أعمال العنف التي شنتها جماعة بوكو حرام ثم تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في شمال شرق نيجيريا. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا 63. مكتب التعليم في جنوب البحر الأحمر يعقد منتدى تعليمي لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا.
رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.